انا عندي هيربس اهو في شفتي ومع ذلك قايم اصور لك، فانتوا تظبطوني بقى في اللايكات والاشتراكات زي الفيديو اللي فات كده. بما اني طالب ثانويه عامه والله ما هيلاقي عليا وربنا ما هيلاقي. بما اني طالب ثانويه عامه اللي هي مش لايقه عليا، هنخش النهارده على جروب اسمه دفعه التابلت وهنشوف كل الميمز اللي عليه، لاننا لا نخشى الا الله يا اولاد عاجل تم حظر الطالب يوسف علاء. الطالب دخل لزميلته وقال لها المراجعه من غيرك مليانه عيوب، ارجعي السنتر كفايه يوتيوب. لا هو ربنا جامده، تنفع والله اخش اقولها لها. تعبان يا كابتن. لا بين اسمي واسم جدي راجل هيمسح بكرامه الارض لو ما نجحتش السنه دي، ويا لهوي بقى على مراته. هو هيمسح بيك الارض بس؟ ده يا ريت تيجي على قد كده وربنا. انت بالنسبه لك الجيولوجيا والاحياء صعبين، انا عندي 4 فروع كل فرع بماده. وي ار انت ذا سم. يا جدعان ايه الخناقه اللي دايره بين طلاب علمي وادبي دول بجد، او طلاب علمي وعلم رياضه اللي هو في ايه؟ تتنقلوا على عليكم تسكتوا كل واحد يخليه في مواده. يا اسطى انا مذاكر الفيزياء وحاسس اني هقفل فيها. طب ال زائد ال بكام؟ ب 2 ال؟ ايه ده هي غلط؟ يعني هي مش ب 2 ال بجد؟ طالب ادبي اقفل الداتا يا اسطى. تصدق بالله انا علمي وشفتها ايقونه الداتا برضو. انا بعاطي درواس لغه عربيه السيعه ب50 جنيه للي حجز وللي استفسار التواصل خاص. خلي بالك انت عندك كلمة انا هنا مكتوبة غلط، فياريت تعدلها. ايه مختفي فين؟ تالتة ثانوي بقى بتذاكر؟ لا مختفي بس. لما يسألوك دخلت علم رياضة ليه؟ قعدت مرة قدام في الميكروباص ولميت الأجرة صح فحسيت ان دي اشارة. انا عندي صاحبي علم رياضة اقسم بالله انا وهو بنتخانق كل ما نركب ميكروباص. ليه بقى؟ بنكون احنا راكبين ورا خالص اللي هو الكرسي الاخير او اللي قبل الاخير يعني، او في نص العربية، وهو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز يلم الأجرة. يا ابني طب ما هو اللي بيلمها ده اللي قدام، يعني واحد جنب الباب واحد في الصف اللي ورا السواق. احنا مالنا احنا؟ وحتى لو احنا في الكراسي دي انا مش عارف مالنا احنا ومال لم الاجره. انت بشوف الفيديو دلوقتي احنا رايحين الدرس ما تقولش نلم الاجره تاني. قانون قوم. مخي لما يشوف سؤال سهل في الامتحان، لا مش بالسهوله دي يا برو، اكيد السؤال فيه فكره والسؤال بيطلع عبيط وتافه في الاخر ودون المستوى. يعني انا اقسم بالله من اول ما صحيت جيراني ما سمعت لهمش نفس، يا دوبك بس فتحت الكاميرا وبدات تصوير بيشنيروا ايه دلوقتي الساعه 1:30 الظهر مش عارف. وربنا لا كمل الفيديو والله هو انا هحل. وانا قاعد على دماغك ابوكم وانا احل. لما طالب ادبي يسمع عن كيس البيض، انا يا جدعان ضد الترول اللي حاصل بين الشعب ده نهائي، بس دي ضحكتني بصراحه يعني. كل اللجان فيها دحيحه، اللجنه اللي انا فيها اقسم بالله حصل. انا يا جدعان والله في لجنه اقوم اصلي الفجر مخصوص واقول يا رب السنه دي تتغير، بسم الله ما شاء الله يعني. يا لجنه لو سبتهم لاخر الامتحان ما كتبوش حاجه في الورقه هيسلموها فاضي. ايه الهم اللي احنا فيه ده يا ربي؟ انا تعبان يا احمد، انا مجنون يا احمد، انا عاوز ارتاح. استاذ الرياضه بيقول لي شغل دماغك وما تستخدمش الاله الحاسبه. استاذ الفيزياء بيقول لي ما تشغلش دماغك واستخدم الاله الحاسبه. انا لا بعرف اشغل دماغي ولا استخدم الاله الحاسبه، انا اساسا مش معايا اله حاسبه والله بتكلم بجد مش ترد. طول اليوم من فيسبوك لواتساب لانستا لتيك توك، اول ما الواي فاي يفصل اذاكر ازاي انا بقى دلوقتي. وربنا حصل اقسم بالله. انا الميم ده لسه كنت مشيره على الواتس عندي من يومين. طب وبعدين بقى؟ وبعدين معاكم نهج طب من البلد يعني ولا نروح نعيش في الصحراء، نعيش عيشه البني ادمين البدائيين هناك؟ لما طالب ادبي يسمع عن الهندسه الوراثيه، يا جدعان في ايه بجد؟ يا جدعان اقسم بالله يعني ما انتوا كلكم ثانويه عامه في الاخر. ايه ده؟ حاجه في منتهى البيض. مش هتذاكر طول ما الامتحان مش بكره يبقى لسه بدري، ده الامتحان النهارده بس مش بكره. طالب ادبي لما يسمع عن اطفال الانابيب، يا جدعان ما كفايه. لما طالب ادبي يسمع عن قنوات الدم، ده انا طالب علمي وكرهتوني في الشعب. مالهم طلاب ادبي يعني مزاولينكم في مش عارف انا. عايز اعرف في ايه؟ ايوه ايه في ايه؟ انتوا ايه واحنا مين ودول ايه ودول ايه؟ انا تعبان. انا اسمع حد مكسل يذاكر، انما ابقى في اللجنه واكسل اكمل حل جديده دي. انا ببقى في اللجنه والله بكسل اغش. انا واصحابي بعد ما دخلنا علم رياضه رغم كل اللي بيحصل. يا دين امي
انا مش قادر اضحك اساسا من الزفت اللي في بقي ده. لما تلاقي دحيح الدفعه داخل اللجنه بيقعد، يا ريتها جت فيا انا. الف سلامه يا اخويا. يا ريت يكون في دحيح في لجنتي وربنا كنت عملت معلم ما يتعملش، بس ما فيش. ادعوا لي يا جدعان ان لجنتي كلها تبقى دحيحه السنه دي. دعوه 40 غريب مستجابه. انا مش فاهم يا رب ايه اللي بيتشنير ده الساعه 1:30 الظهر يا جدعان؟ في ايه؟ ولازم يعني تشنيروا دلوقتي؟ لازم؟ لما افكر في المتراكم عليا ضميري تعر وجهك يا ابني وتحزن لما انت عليه. هتتفشخ وحذرتك مليون مره. انا بقول عليك معتوه سخن مش عارف تعمل ايه، ضايع محبط متنال على ميتين اهلك. لم نفسك بقى كفايه. يعني يا ربي فتح الكاميرا وفك على نفسي في فيديوهين، يقوم الفيديو اللي انا بصوره يقلب عليا المواجع اكتر. سادوا رب العباد. بصوا الجروب ده حرفيا في كل المواقف اللي بتحصل معانا كطلاب ثانويه عامه. انا بصراحه عن نفسي استمتعت بالفيديو ده النهارده يعني، فلو عايزين جزء تاني انا ما عنديش مانع. واصح قبل ما انسى، شكرا على دعمكم في الفيديو اللي فات واللي قبله وفي الفيديو اللي فات خاصه يعني. لايكات بقى وكومنتات وشيرات كده وظبطوني.